الحكم الإسباني المشهور أنطونيو ماتيو لاهوز، المعروف بشخصيته المثيرة للجدل وقراراته الجريئة، يدلي بتصريح خطير لإذاعة كادينا الإسبانية بعد الجدل الواسع بخصوص ضربة الجزاء الغير محتسبة لمنتخب تنزانيا ضد المنتخب المغربي. شاهد ماذا قال. لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل، وإذا كنت مشجعا للمنتخب المغربي وتريد أن يفوز بكأس إفريقيا، اشترك في القناة ليصلك كل جديد. فاز المنتخب المغربي بصعوبة على منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل في دور الثمن النهائي من كأس إفريقيا بمدينة الرباط. وأكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أن الفوز هو الأولوية في بطولة كأس إفريقيا، حتى وإن تطلب الأمر اعتماد أسلوب دفاعي، مشددا على أن الهدف الأساسي هو التتويج باللقب. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن مواجهة تنزانيا لم تكن سهلة كما توقع البعض، وأن الأداء في الشوط الأول تأثر بكثرة الأخطاء والاندفاع البدني، قبل أن يستعيد اللاعبون توازنهم في الشوط الثاني ويصنعوا عدة فرص سانحة للتسجيل. وأثار عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لمنتخب تنزانيا في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام منتخب المغرب، رغم مطالبات لاعبي تنزانيا باللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل. وفي هذا الصدد، خرج الحكم الإسباني المشهور أنطونيو لاهوز بتصريح مثير للجدل أغضب به الجمهور المغربي، حيث اعتقد أن هناك عملية دفع واضحة من الخلف ضد لاعب تنزانيا تستلزم ضربة جزاء وبطاقة صفراء. وتباينت آراء المغردين حول اللقطة التحكيمية المثيرة للجدل، إذ عبر عدد منهم عن استغرابهم من عدم لجوء حكم اللقاء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد. ورأى مغردون أن الاحتكاك داخل منطقة الجزاء كان كافيا للتدخل التحكيمي، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقطات تحتسب ركلات جزاء في مباريات أخرى، لا سيما في الدقائق الحاسمة، ما دفعهم إلى التساؤل عن معايير الاحتساب وتفاوت القرارات. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن هذه اللقطة تستحق احتساب ضربة جزاء لمنتخب تنزانيا؟ شاركنا برأيك في التعليقات.